إزاي تبدأ من الصفر وتتفوق على اللي سبقوك؟ اسمع الكلام ده كويس. الناس اللي سبقوك مش أحسن منك. الفرق الوحيد بينهم وبينك إنهم بدأوا قبلك مش أكتر. ولو أنت فاكر إن البداية المتأخرة معناها النهاية المتأخرة، يبقى أنت ما فهمتش اللعبة. في الطريق للنجاح، السر مش إنك تبدأ بدري، السر إنك تبدأ صح. ناس بدأت قبل 3 سنين ولسه واقفة في نفس المكان، وناس بدأت من شهر وسبقوهم. ليه؟ لأن السر دايما في الطريقة مش في الوقت. أول حقيقة، نقطة الصفر هي أقوى نقطة. كل ما تكون متأخر، كل ما فرصتك أكبر إنك تتعلم من أخطاء غيرك. اللي قبلك وقع في أخطاء كتير، ضيع وقت، جرب طرق غلط. انت عندك فرصة تختصر 6 شهور في 30 يوم. ازاي؟ تتعلم من كل واحد سبقك من غير ما تكرر نفس فشله. نقطة الصفر مش مشكلة، نقطة الصفر ميزة. تاني حقيقة، اللي سبقك بدأت عنده نقطة نهايته. الناس متخيلة ان المنافسة خط مستقيم. مفيش حاجة اسمها كده. انت بتبدأ من نقطة مختلفة، بعقلية مختلفة، وطاقة مختلفة. انت شايف طريقه كامل، الأماكن اللي تعب فيها، الدواير اللي ضيع وقته، الطرق اللي جابت نتيجة. هو كان بيتعلم خطأ، انت بتتعلم جاهز. تالت حقيقة، السر في التكرار مش الذكاء. لو بتفكر ان اللي سبقك اذكى، لا. النجاح مش لعبة معدل ذكاء، النجاح لعبة تكرار. اللي قبلنا وصل لأنه كرر مذاكرة، كرر طريقة، كرر محاولات. العقل بيكافئ الإنسان اللي يكرر، مش الإنسان اللي ينتظر. لو كررت طريقة واحدة صح، هتسبق اللي بيجرب 1000 طريقة غلط. الخطة العملية خطوة بخطوة. 1. اعترف إنك في الصفر وتقبل ده. أول قوة هتاخدها في حياتك لما تعترف إنك في البداية. الناس اللي بتكذب على نفسها بتضيع وقت، لكن اللي بيعترف يبدأ. قول لنفسك أنا دلوقتي في نقطة الصفر وهطلع منها بسرعة. ده التحول الحقيقي. الخطوة التانية، انسى الماضي. ما تقارنش نفسك بحد سبقك. المقارنة الوحيدة اللي لازم تعملها هي بين امبارح والنهاردة. لو اتقدمت 1% كل يوم، بعد شهر هتبقى 30% قدام نفسك. بعد 3 شهور هتبقى شخص تاني تماما. اللي سبقك مش مهم، المهم انت هتبقى فين بعد 30 يوم. الخطة التالتة المختصرة. ركز على 3 حاجات بس. أولاً، طريقة مذاكرة صح. ثانياً، تنظيم وقت ذكي. ثالثاً، تكرار يومي. مفيش حاجة اسمها 10 خطوات ولا 12 عادة ولا كتب كتير. البساطة هي السر. طريقة مذاكرة تخليك أسرع من اللي سبقك. ذاكر بفهم مش بحفظ. لما تقرأ صفحة، اسأل نفسك فهمت إيه؟ لو ما قدرتش تشرح لنفسك، يبقى ما فهمتش. اللي سبقك كان بيذاكر 3 ساعات حفظ، انت هتذاكر ساعة واحدة فهم وتسبق. تنظيم الوقت اللي يعمل فرق كبير. الوقت مش المشكلة، التركيز هو المشكلة. خطة بسيطة: 50 دقيقة مذاكرة، 10 دقايق راحة. كرر 4 مرات بس. إجمالي 3 ساعات و20 دقيقة. النتيجة أكثر من اللي يذاكر 7 ساعات بدون تركيز. الناس بتفتخر